طريقة تغيير باسورد الواي فاي وإخفاء الشبكة وتغيير اسم الشبكة. راوتر اللي احنا بنتكلم عنه راوتر موديل H188A. يعني لو حضرتك في شركة اورنج وفودافون اتصالات والراوتر بتاعك الموديل بتاعه H188A، فهو الشرح ليك باذن الله، لان سيستم الراوتر واحد ما بتختلفش بين شركه اورنج وفودافون واتصالات والكلام ده كله. كل اللي بيختلف فيه الشركات دي ان كل شركه بتحط السوفت وير بتاعها فقط، ولكن الراوتر موديله H188A، فهو الراوتر بيكون واحد، يعني سيستم الراوتر واحد. فلو دخلت على الراوتر وانت في شركة اورنج هتلاقي السيستم واحد، دخلت على الراوتر وانت في شركة وي هتلاقي السيستم واحد، دخلت على الراوتر وانت في شركة فودافون هتلاقي السيستم واحد، دخلت على الراوتر وحضرتك في شركة اتصالات هتلاقي برضو السيستم واحد، فما بيختلفش خالص. كل اللي عليك هتتابع معايا الشرح للنهاية، وان شاء الله هتطلع مستفاد وتقدر تغير باسورد الواي فاي وتقدر تعمل اعدادات الواي فاي براحتك بدون ما تحتاج لخدمه العملاء. تمام. كل اللي عليك هتفتح المتصفح بتاعك بالشكل ده كده وتبدا تكتب 192.168.1.1 وهتقول انتر. هنا طبعا فتح لي صفحه الراوتر، هنا بيقول لك ويلكم تو H188A بليز لوجن، يعني بيقول لك ادخل. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر. انا هكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر وارجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر هنبدا نقول له لوج ان. هيبدا يفتح معايا صفحه الراوتر، هنختار حاجه اسمها لوكال نتورك. لوكال نتورك هنضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده نختار حاجه اسمها دبليو لان هنضغط عليها. بعد كده نختار حاجه اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن هنضغط عليها. بعد كده فتح معايا الشبكات بتاعتي كده. طبعا انا فاتح شبكتين، شبكه اس اس اي دي 2 واس اس اي دي 3، يعني شبكه 2 وشبكه 3 مفعلهم على الراوتر، هبدا اضغط على شبكه رقم 3 اللي هي رقم 3، اضغط عليها بالشكل ده كده هيفتح معايا. هنا بيقول لك اس اس اي دي نيم. ايه هو اس اس اي دي نيم؟ هنا ده اسم الشبكه، انا اسم الشبكه بتاعتي اورنج، تمام. ممكن اخليها احمد، يعني انا كده غيرت اسم الشبكه بتاعتي من اسم اورنج الى اسم احمد. شبكه الواي فاي بتاعتي الاول كان اسمها اورنج، دلوقتي شبكه الواي فاي بتاعتي اسمها احمد، تمام. بعد كده يا شباب هاجي على الخيار الثاني اللي هو اس اس اي دي هايد. ايه هو اس اس اي دي هايد؟ اس اس اي دي هايد لو انت محدده على اوف كده يبقى الشبكه بتاعتك ظاهره لاي جهاز بيلقط واي فاي، تمام. طيب انا عايز بقى اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. عشان تعمل اخفاء لشبكه الواي فاي هتحدد على اون، هتيجي عند اس اس اي دي هايد وتحدد على اون، كده انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. بعد كده نختار الحمايه، هنجيب اخر حمايه نضغط عليها. بعد كده هنيجي عند الباسورد مثلا هنبدا نكتبه اي حاجه. طيب انا كتبته مش عارف، انا كتبت حرف زياده حرف ناقص، فخايف احفظ البيانات ما اعرفش افتح الواي فاي وما رضاش يدخلني. هاجي عند شو باسورد اضغط على المربع ده يبدا يظهر لي الباسورد اللي انا كتبته، تمام. طيب انا دلوقتي بقى عايز اغير الباسورد الواي فاي. ممكن اجي اكتب احمد مثلا 1 2 3 احمد 23 واروح اعمل شباك وابدا اعمل حرف الاي كابيتال وابدا اعمل حرف الاي سمول برضو، تمام. فكده انا خليت الباسورد بتاعي قوي، يعني كلمه قويه، احمد 123 شباك حرف الاي كابيتال وبعد كده حرف الاي سمول. بعد ما عملت ده كله هبدا اقول له ابلاي، فهو كده حفظ لي البيانات وحفظ لي الاعدادات اللي انا عملتها على شبكه الواي فاي بتاعتي بطريقه سهله وبسيطه. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل وسيب لي تعليق اسفل الفيديو. لو حصلت معاك اي مشكله انا برد على كل التعليقات، وان شاء الله نساعد بعضينا ونكون في احسن حال. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. طبعا لو لسه جديد بقى معانا في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. لو عجبك المحتوى بتاعنا، ما عجبكش فخلاص ما تعملش اشتراك ولا اي حاجه. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.